بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شبابنا الغالي، شباب أولى ثانوي، إيه الأخبار؟ عاملين إيه؟ أتمنى تكونوا بخير. معاكم مستر محمود عبد الله، والنهارده هنتكلم على يونت 10 وهتاخده على مرة واحدة. ده أولا. ثانيا، بعتذر جدا 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 على تأخيري وتقصيري طبعا بجد. عايز أقول لك إن في كام دروبايه كده عندي أنا في الدنيا عندي، وطبعا في الاستوديو برضو كان في كام لقطة، فاهم؟ عايز أقول لك أنا صورت فيديوز وعدتها تاني، وصورت فيديوز وعدتها تالت. فاهم الدنيا كانت صعبه معانا شويه، بس خلاص الحمد لله كله تمام. دي لقطه. تاني لقطه، اخواتنا بتوع الازهر ما تقلقوش، والله كل حاجه هتنزل وهتلحقوا تراجعوا، وهنزل لكم بدل فيديو مراجعه 2 و3، وهنزل لكم الاسلامك، وكل حاجه تبقى تمام. ما تقلقش، سيب لي نفسك خالص. انا الفتره الجايه هبدا اكثف، يعني انا فاهم. هصور لكم فيديو تاني بعد ده، فاهم؟ وهنزل بعد بكره اجي اصور تاني، فاهم؟ فهتلاقي في اسبوع مثلا ممكن ينزل لك 3 4 فيديوهات ولا حاجه. 3 فيديوهات او فيديوهين مش نبقى صراحه، فاهم؟ بس انا كده كده عارف ان انت امتحاناتك بعد 15 يوم كازهري، وكطالب اولى ثانوي برضه انا متاخر عليك سيك، يعني فاهم؟ المفروض اولى يونت 10 ده انت تكون سامعه بقالك اسبوع ولا حاجه. فانا معاك في ده، فاهم؟ طبعا اتمنى ان انت تبقى سمعت ورشه الحل بتاعت نص المنهج اللي انا نزلتها، فاهم؟ خش اسمعها لو ما سمعتهاش. ويلا بينا نخش على يونت 10. شوف الدنيا بتاعته تبقى ماشيه ازاي، شوف الجرامر بتاعه، ويلا بينا نخش. يلا بينا. بتكلم يا مستر على يونت 10. بسم الله. يونت 10. يونت 10 يا مستر بيتكلم يا حبيب قلبي على حاجه اسمها شوبينج اند ماني. شوبينج اند ماني يا مستر، التسوق والفلوس والحاجات الحلوه دي كلها. طبعا احنا اتكلمنا على الفلوس بدل المره 2 و3، ونصحتك بما فيه الكفايه، فخلاص يلا بينا نتكلم على الجزء الثاني، وهو كلمه شوبينج. نور عيني. عايز اقول لك شوبينج اساسا اصلها كلمه اسمها شوب. يعني مستر شوب حبيب قلبي، شوب يا مستر معناها محل. حلو. طيب عايز اقول لك ان كلمه شوبينج يا مستر معناها يتسوق. طيب سوري، شوبينج يا مستر معناها تسوق. طب يا مستر عايز اقول يتسوق يا مستر، والله يتسوق يعني جو شوبينج. بعد اذنك بعد اذنك ما تقوليش ان جو شوبينج يذهب للتسوق، لا لا لا، فاهم؟ جو شوبينج تركيب على بعض. طبعا في ناس بتترجمها جو شوبينج يذهب للتسوق، وده حوار صعب خالص. الله معاكم. عايز اقول لك ان جو شوبينج معناها يتسوق. جو شوبينج يا مستر معناها ايه؟ معناها يتسوق. يبقى تخلي بالك من الحاجات دي يا مستر. شوب محل، شوبينج التسوق نفسه. جو شوبينج معناها يتسوق. طب تعالى بقى، عايز افهمك حاجه. عايز اتكلم يا نور عيني على الكلمه دي، كلمه شوبينج. شوبينج يا مستر يعني تسوق. وتعالى كده اما اديك حاجه بالانجلش سريعا سريعا كده، اشوفك هتفهمها ولا لا. يا مستر لو انا عايز اتكلم يا حبيب قلبي واقول ان الشوبينج we got two kinds of shopping. معانا نوعين من انواع الشوبينج. real shopping in your real life and online shopping. So now we're gonna talk about them and know the difference between كل واحدة من دول. نشوفهم هتبقى ماشية ازاي واحدة واحدة، وانت هتفهم البروس and cons for each other. يعني احنا هنتكلم على الشوبينج التسوق الاونلاين، والشوبينج اللي في الريل لايف. تعالى كده على جنب يا مستر. معايا نوعين من انواع الشوبينج، اسمع بقى معايا. معايا مستر شوبينج الريل. يعني مستر ريل يعني حقيقي. حقيقي ده اولا. ثانيا في ايه في ايه كل ده كل ده ممكن نطفي النت خالص ونشوف الدنيا. المهم انا مستر بقول لك ان الشوبينج بيبقى ريل حقيقي، يعني ليه بروس اند كونز. يا مستر بروس يا ولاد يعني مزايا، كونز يعني عيوب. طيب دي لقطه. معايا بقى عايز حاجه اسمها شوبينج، ولكن يا مستر شوبينج الاونلاين. يعني ايه مستر شوبينج اونلاين يا حبيبي؟ يعني التسوق عبر النت. برضه ليه بروس وليه كونز، ليه مزايا يا مستر وليه عيوب. تعالى واحده واحده كده نتكلم شويه مع بعضينا على اهم الحاجات دي واهم الكلمات اللي انا عايز اطلعها من الحته دي، واحده واحده. ركز معايا هنا يا قلبي. ده احنا عايزين لون مختلف بقى خالص، ادي اسود واحمر وازرق. نجيب لون فحلوقي. ايوه هو ده، اموت في الفحلوقي. مستر بص معايا. لو انا مستر لو اتكلم على الريل شوبينج، التسوق الريل الطبيعي الحقيقي اللي احنا بنعمله. اولا يا مستر عايز اقول لك هو بيبقى فاهم، يعني من ضمن مميزاته اللي انت تقدر تشوف الماتيريال. تقدر تشوف ايه يا مستر؟
الماتيريال. يعني مستر ماتيريال الخامه والحاجات دي وبتاع. وبيني وبينك انت بتنجوي، يعني مستر انجوي يعني انت بتستمتع بيه، بتحس ان انت فاهم جامد وبتاع وكده. طب ايه العيوب؟ العيوب هي مميزات ده. عيوب ده مميزات ده، يعني ايه مش فاهم؟ لو انا مثلا اجي اقول لك والله مميزات الشوبينج اونلاين، تعالى كده نقلل الخط بس شويه. ايه ده؟ لا مش الدرجات دي. عيوب يا مستر او مميزات الشوبينج، التسوق عبر الانترنت. اولا واحد، من ضمن مميزاته اللي هو بيخلي فيه less effort. يعني مستر less effort يعني مجهود اقل، بتبذل مجهود اقل يا باشا وانت قاعد في بيتكو، بتشوف بقى الدنيا وبتاع وتشوف. لا انت قاعد بتشوف ده وبتشوف ده وانت ما اتحركتش من مكانك، صوابعك بس اللي بتتحرك. ده واحد. اتنين، بتسيف تايم. يعني مستر سيف تايم حبيب قلبي يعني بتوفر وقت. انت قاعد بتوفر وقت، انت قاعد يا باشا، انت ممكن تبص على 5 6 شوبس محلات وانت قاعد ما فيش في دقيقتين 3. فاهم؟ طبعا بتقدر بقى في مور اوبشنز، في مور فيتشرز، في مور اوبشنز يا مستر. يعني اختيارات اكتر، في اختيارات كتير، في فاهم. لسه بقى بدل ما لسه مثلا انت في الحقيقه لسه اخرج من المحل ده واخش المحل ده واخش المحل ده، فاهم؟ فده طبعا ليه مميزاته وليه عيوبه، وده ليه مميزاته وده ليه عيوبه. يا ترى انت تستمتع بانهي؟ يا ترى انت تحب انهي؟ تعرف ان المستقبل متوجه طبعا للشوبينج اونلاين. انا اعرف حد اعرفه معرفه شخصيه، لو عايز يشتري باكيتة مناديل هيطلبها من امازون، يعني فاهم؟ حاجه رفاهيه بجد. الناس ما بقتش تحب تتحرك، هو قاعد في بيته، فاهم؟ هو مونتين فين بتاع مونتاج، هو مونتير، هو بيقول عليه مونتير. هو مونتير يا باشا، قاعد بيعمل كل حاجه من البيت يا باشا. يطلب دليفري اكل، ما بيحبش ينزل يخرج يشوف الضوء، ما بيعملش كده، فاهم ازاي؟ بس يعني يا ترى بقى انت بقى هتحب شوبينج اونلاين، هتحبه في الحقيقه ولا هتحبه اونلاين؟ ابقى اكتب لنا في الكومنتس. ويلا بينا نخش على الجزء الثاني من الحصه، وهي الجرامر. انا عايز اديك جرامر النهارده، بقى لي كتير قوي ما شرحتلكش جرامر. حبيب قلبي، عايز اقول لك بما ان احنا بنتكلم على الشوبينج وبتاع وبنقول ان في المستقبل يبقى احنا كلامنا على المستقبل، صح؟ واحده واحده بقى معايا. مستر، كلامي دلوقتي يا ولاد على يونت 10. يونت جميل، يونت سهل، يونت لذيذ. تبقى فاهم كام حاجه كده مهمه وتخلي بالك منها. اولا يا مستر، يونت 10 يا ولاد بيتكلم على الفيوتشر. قلنا يعني ايه مستر فيوتشر؟ يعني مستقبل. انا معايا 5 أو 6 صيغ للمستقبل، بيكلمك عن المستقبل بويل وجوينج تو، وبالمضارع البسيط بالبريزنت سمبل، وبالبريزنت كونتينيوس، وبيكلمك على المستقبل المستمر والمستقبل التام. كل ده احنا هنتكلم عليه النهارده، فواحده واحده، وقلمك يكون معاك، قلمك وكشكولك ودنيتك تبقى معاك. اشطط. يلا بينا نخش يا مستر على البدايه بتاعتنا. بسم الله. دي اول مقارنه واهم، لا ما ايه هنقضيها شلل من دلوقتي، لا، واهم مقارنه تبقى عندك. نعلي الفونت. بص يا قلبي، بتكلم يا مستر على المستقبل. اولا كده مستقبل يا مستر يعني حاجه اسمها او will يا مستر او going to يا مستر. will او going to، يبقى واحده واحده كده. مستقبل البسيط، المستقبل السيمبل اهو، السيمبل البسيط بيجي بكام طريقه اتنين، يا اما مستر ويل يا اما جوينج تو، يا ويل يا اما جوينج تو. حلو. عايز اقول لك بقى اعرف بقى البيانات بقى، اعرف اعمل الحاجات اللي عندك. مبدئيا مستر ويل او جوينج تو الاثنين معناهم سوف. الاثنين مستر معناهم ايه؟ سوف. الاثنين معناهم سوف. ولكن ويل يا مستر حاجات مش اكيده. ويل حاجات ايه؟ مش اكيده. طب جوينج تو حاجات اكيده. واحده واحده كده يا مستر. ويل بنقول عليها مش اكيده. ويل ايه؟ مش اكيده. طب جوينج تو يا مستر، والله يا ولاد جوينج تو حاجات اكيده، اكيده جدا. طب مش فاهم يعني ايه مستر اكيده يعني مش اكيده؟ واحده واحده. معانا انا واد عبده. عبده يا مستر في اولى ثانوي، عبده شاطر موت. اجي اقول لك تعرف ان عبده ده هيبقى دكتور ناجح جدا. هي دي حاجه اكيده ولا مش اكيده؟ مش قصدي حاجه بس لا مش اكيده. ليه يا مستر مش اكيده؟ علشان النوع هنا انا مش متاكد. ممكن افرض عبده يا عم نفسه يطلع مهندس، لا قدر الله يا عم عبده جه في ثالثه ثانوي تعثر دنيته وبتاع، انت ما تضمنش ايه درجاتك ودنيتك، ما تضمنش الكلام ده، فاهم؟ فدي بنقول عليها حاجه مش اكيده. فوقتها لو انا عايز اتنبأ لعبده هتنبأ بيه بويل، اقول سوف، انا مش متاكد، فاهم؟ لكن لو معانا مثلا بنت، البنت دي مثلا اسمها ملك مثلا، البنت اللي اسمها ملك دي تقدر تقول اللي هي في ثالثه طب،
فانا بقول ان مالك دي هتبقى دكتوره. يا نبيهه، لا نبيهه، لا تصدق كنت فاكره تطلع مهندسه، ما تيجي اكيد هتطلع دكتوره يعني. فاهم ليه؟ عشان هي في ثالثه طب. فانت كده بتتنبأ بحاجه ايه؟ اكيده. فاهم؟ فتقول she's going to be a doctor مثلا. فاهم؟ فده يا مستر الفرق بين will وبين going to بالعربي فهما كده. يبقى واحده واحده كل اللي انا قلته يا مستر ان المستقبل بيجي بحاجه اسمها will او going to، will او going to، will و going to الاثنين معناهم سوف، الاثنين معناهم سوف. يا مستر الاثنين معناهم سوف، ولكن will حاجات مش اكيده، going to يا مستر حاجات ايه؟ اكيده. حلو قوي. عايز اقول لك بقى بعض الاختلافات. اولا كده يا مستر بتكلم بقول لك ان هنا you got no evidence. يعني مستر no evidence يعني انت هنا ما عندكش دليل بيقول لك التنبؤ ولكن بدون دليل. ولكن يا مستر going to بقول لك with evidence. with evidence يا مستر with evidence يعني بدليل. هنا تنبؤ بدون دليل، هنا going to تنبؤ بدليل. حلو قوي. عايز اقول لك يا مستر ان انت هنا معاك مجهول. ايه يا مستر المجهول؟ إيه والله يا مستر اسمع بقى كده. لو انت باسيف المجهول فتتكلم على ان انت معاك حاجه اسمها will be will be stop. ده لو انت مجهول. عايز اقول لك ان المجهول يا مستر بتاع ده مش عليك، بس برضه عشان تبقى عارف فاهم هي going to be will be طبعا. فاهم؟ هنا بس ده مش عليك، ده مش عليك الدنيا بتاعتك. طب تعالى واحده واحده. عايز اقول لك يا مستر لازم اعرف امتى بعرف منين ان ده هنا اخد ويل ولا هنا جوينج تو. قال لها ما انا لسه قايل لك دي حاجه كده ولا مش اكيده يا مستر. طب لو لا قدر الله ما عرفتش اترجم اعمل ايه؟ اسقط يعني؟ لا بص وقتها معاك حاجه اسمها كي ووردز. يعني ايه يا مستر كي ووردز؟ يعني يا نور عيني الكلمات الداله. طب ايه يا مستر الكلمات الاول لما بشوفها على طول اعرف ان انا استخدم ويل؟ وايه يا مستر الكلمات الاول لما اشوفها على طول اعرف ان انا استخدم ايه؟ جوينج تو. تعالى يا حبيبي وانا اقول لك. ركز كده معايا بس تقول معايا. ما تكرفش، ما تعملش نفسك بتاع. هتقول معايا واحده واحده يا مستر. ايه يا نور عيني الكلمات اللي انت اول لما تشوفها على طول تعرف اللي انت هتختار ويل؟ ايه يا مستر؟ والله يا ولاد كنت بقول لك think maybe hope probably. think baby hope probably. انت think baby hope probably. think baby hope probably. جامد قوي الحوار ده يا مستر. think maybe hope probably. بص وما بين اقواس بعد ما اشرحهم هكتب لك حاجه هنا. ايه يا مستر اللي انت عايز تقوله لي؟ تعالى كده ترجم معايا. think يعني ايه think؟ والله يا مستر think معناها يعتقد. حاسس ان هي مايعه شويه. انا اعتقد ان الواد ده هيبقى دكتور. انا متاكد. متاكد. ميبي يا مستر يعني ربما. والله ربما انت تسمع 3 4 فيديوهات بعد الفيديو ده. انا متاكد من ده. لا هوب يا مستر يعني يامل. والله يا ولاد اي هوب ان مصر تاخد كاس العالم. اتمنى ان مصر تاخد كاس العالم. بس انا متاكد من ده؟ لا طبعا. مصر ايه اللي تاخد كاس العالم؟ والله انا نفسي اتمنى الدنيا فاهم. بس لا يا مستر لا مش متاكد من حاجه زي كده. probably يا ولاد يعني من المحتمل. برضه حاجات مش اكيده. فتخلي بالك ان كلهم كلمات ميعه، كلمات مش اكيده ما عدا الكلمه الشاذه sure. يا ابويا sure. مالها يا مستر كلمه شور؟ حبيب قلبي شور اساسا معناها اكيد. فالطالب من دول اول لما يشوف كلمه شور ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده مستر شور يبقى انت كده جوينج تو خد صفر يلا. غلط يا حبيبي. ليه يا مستر؟ عشان شور من ضمن الكلمات اللي بتدل على وين. ما هي حاله شاذه. هي يا مستر دي حاله شاذه ان كلها كلمات مايعه ما عدا يا مستر شور بنقول عليها حاجات اكيده. فاهم؟ شور يا مستر لما بتشوفها على طول تعرف انت تستخدم ويل. تستخدم ايه؟ ويل. بعد كده going to يا مستر going to بقول لك عليها with evidence. يعني مستر with evidence يعني بالدليل. لازم يكون في دليل. طيب ايه يا مستر الكلمات اللي بتدل عليها؟ ركز بقى. في يا مستر كلمات بتدل على شور. بص كده معايا. سوري بتدل على going to. زي ايه يا مستر؟ اجي اقول لك اول كلمه decide. decide يا مستر معناها يقرر. جايه منها حاجه اسمها decision.
يعني ايه مستر ديسيجن يا نور عين؟ يعني قرار. فاهم؟ ديسيجن يعني قرار، ديسايد يقرر. خد تاني معايا مستر حاجه اسمها بلان. المستر بلان يعني يخطط، وبتيجي بمعنى خطه. يجي يقول لك ايه؟ جايه منها حاجه اسمها بلاند. او يزهق منك خالص ويقول لك يا قلبي والله اتس ا بلان. يعني مستر اتس ا بلان يعني انها خطه. كلام جميل. عايز اقول لك ان انت عادي جدا، عادي جدا تقول لي والله يا مستر حاجه اسمها intend. يعني مستر intend يعني ينوي. جايه منها بقى حاجه اسمها intention. يعني ايه مستر intention؟ يعني نيه. بص كده معايا، دول اول لما تشوفهم هل في اي ميه؟ بس المعدنيه كده حاجه حلوه كده. ماشي. بص كده معايا، فانا حاجه زي هنا يا مستر بقول لك ايه؟ decide جاي منها decision، plan planned، it's a plan، intend intention. اول لما تشوف دول على طول تعرف ان انت تستخدم going to. يبقى من اول تاني كده ضهرك ورا بتكلم مستر على حاجه اسمها الفيوتشر. تسلم ايدك يا قلبي. تمام يعني شغال. مؤاخذه يا اخواتي بقى، هنعمل قط للحته دي ونرجع لكم تاني. يبقى كده ضهرك ورا كده، ركز معايا وبص على دول. الكلام ده مستر على حاجه اسمها الفيوتشر. يعني مثلا فيوتشر يعني المستقبل. اتكلمنا عن المستقبل قلنا صار بكام طريقه؟ اتنين. انت بقى كام طريقه؟ اتنين. يا اما مستر ويل يا اما جوينج تو، يا ويل يا اما جوينج تو. ولا جوينج تو الاثنين معناهم سوف، الاثنين معناهم سوف. ولكن ويل بيجي بعدها الفعل في المصدر. خلي بالك ويل يا مستر بيجي بعدها الفعل ايه؟ في المصدر. طب جوينج تو يا مستر برضه بيجي بعدها الفعل ايه؟ في المصدر. حلو قوي. عايز اقول لك قلنا يا مستر ان ويل يا مستر حاجات ايه؟ والله يا مستر ويل حاجات مش اكيده. طب جوينج تو حاجات اكيده. حلو قوي. اتكلمنا على شكل المجهول في ويل. يعني ايه مستر مجهول في ويل؟ يعني حاجه اسمها ويل وبي والبي بي. يعني ايه مستر مجهول في المستقبل؟ انا اجي اقول لك مثلا والله بكره التلفزيون سيشاهد، مين هيتفرج عليه؟ ما اعرفش. ده مستر اسمه مجهول مستقبل. حلو. بعد كده مستر بتكلم ان في ويل في كلمات بتدل عليها زي ايه؟ think maybe hope probably think maybe hope probably. دي يا مستر كمان بتدل على ايه؟ كمان بتدل على ويل. بس خلي بالك من الكلمه الشاذه شور. شور متاكد منها، خلي بالك منها. مستر بتكلم يا ولاد على كلمه اسمها على نقطه going to. going to يا مستر بقول لك with evidence. لازم يكون في عندك evidence يعني دليل، فاستخدم going to. واحد اثنين معاك ايه كلمات اللي بتدل عليها؟ decide جاي منها decision، plan planned خططه يعني it's a plan انها خطه، intend او intention ينوي ونيه. قشطات. فالدنيا كده حلوه. تعالى بقى اما اديك كام سؤال ونبدا نشتغل في التريكات واحده واحده، نشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. بسم الله. قبل ما اديك التريكات عايز اقول لك ان جوينج تو خلي بالك لازم يجي قبلها يا ام يا ام يا از يا ار. فهتبقى ام او از او ار على حسب بقى. ام لو انت اي، از لو انت مفرد، ار لو انت جمع. وجوينج تو وبعد كده يجي بعدها الفعل في المصدر. مستر مش فاهم اي حاجه؟ تعالى كده بص معايا الدنيا تمشي ازاي. وادي اهو انفينيتيف زائد انفينيتيف. بص كده اجرب اكتب لك ثلاث اربع اسئله بالظبط. لا بص هكتب لك سؤالين وبعدين سؤال ب 20 جنيه وبعدين سؤال تاني ب 20 جنيه. ستارت. ركز وشوف الدنيا تمشي ازاي. اول سؤال يا مستر بسم الله. بتكلم وبقول ايه؟ نصغر الخط سيكه. تمام. اجي اقول لك والله يا مستر I hope you نقط. ما بين اقواس بقول لك هتبقى win يا نور عيني ولا will win ولا is going to win. يلا واحده واحده. حل ده. اكتب في كشكولك، ما تقعديش بلاص، ما تقعديش بلاص في الفيديو. لو هتقعد حبيبي طلع كشكولك واقعد اشتغل. ادي واحد. اتنين ما تحرقش في وقتك. انت هتقعد تتفرج عليا كده يبقى انت بتحرق في وقتك. اتنين مستر بيقول لك ايه؟ والله I اسمع I decided that you not abroad. بين قوس بقول لك ايه؟ I decided that you will travel ولا is going
to travel ولا are going to travel. true. بص كده يا باشا، بص يا حبيبي وخش معايا يا ابويا، ظهرك يا ابويا. يلا ها مستر، وقف الفيديو شوف الاجابتين هيبقوا ماشي ازاي، تخش على السؤال ابو 20 جنيه على طول. اول سؤال مستر بيقول لك ايه؟ I hope you not يا باشا hope. انا بقول لك اول ما تشوف think maybe hope probably think maybe hope probably على طول يا مستر هتعمل ايه؟ والله تختار will، فالاجابه مستر هتبقى ايه؟ هتبقى will win. جدع. اتنين يا مستر بقول لك ايه؟ I decided that you decided. فاهم؟ خلي بالك بقى decide دي يا مستر، فالاجابه على طول هتبقى going to، فقول له غلط. طب يا ترى انت is going to ولا are going to؟ حبايبنا الخربانين اللي ما يعرفوش ان يو جمع، عشان في عيال كتير قوي يكتبوا لي is going to غلط. يلا من ضمن اساسياتك ان يو دي جمع، يو دي ايه يا مستر؟ جمع. فخلصانه يا مستر، طالما جمع يبقى انت هتاخد are، يبقى يا مستر دي هتبقى are going to travel. خدت بالك ان travel جت في المصدر، ما هي going to بيجي بعدها فعل في المصدر. خدت بالك ان will يا مستر بيجي بعدها فعل ايه؟ في المصدر. اشتاط كلام جميل جدا 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 وسهل. خش كده معايا على اللي بعده. اوبا يا باشا، سريع كده، سخان ما تبقاش نايم. بص بتكلم يا ولاد وبقول لك ان سؤال ب 20 جنيه، وابدا بقى العب بقى في التريكات بقى، اديني في التريكات. اول سؤال ب 20 جنيه بقول لك يا مستر my grandpa نقط be 74 next هو ايه next مكتوبه مقرفه ليه كده؟ next ايه يا عمي؟ next خرا next week. فبقول لك it's his birthday، وبقول لك my grandpa will be يعني بي مكتوبة خلاص will ولا is going to ولا are going to. بص هنا يا باشا، رمسيس يا ابويا. بص هنا مستر، سؤال زي ده وقف كده الفيديو، اكتب الاجابه وخش معايا يا مستر. والله سؤال زي ده ولاد بقول لك ايه؟ My grandpa not be 74 next week. It's his birthday، يعني عيد ميلاد جدي. جدي الشهر الجاي ولا next week؟ next week الاسبوع الجاي هيبقى عنده 74 سنه. انت كده يعتبر يا مستر well ولا going to؟ اكيده ولا مش اكيده؟ حبيبي قلبي بص هنا معايا، انا معظم الطلبه يا مستر is going to. ليه يا بابا؟ علشان يا مستر اكيد هيتم عيد ميلاده، يعني ايه هيتم عيد ميلاده؟ اقول له خلي بالك هو مش اكيد ولا حاجه، لا قدر الله ممكن يتوفاه الله، بعد الشر عليه طبعا، فاهم؟ فخلي بالك من حاجه زي كده. ايه يا مستر يتوفى؟ ايه يا مستر انت بتقوله ده يا مستر؟ يا حبيبي، هو انت ما تعرفش ان الاعمار، سامعك يا اللي بتقول لي بيد الله، طبعا هي بيد الله وكل حاجه، بس ما تكفرناش بقى. هي القاعده مكتوبه كده في الكتاب، الاعمار بتاخد اول لما اكتب الكلمه دي في السنترز، اول ما اكتب بسم الله ايه الاعمار لا كلها بيد الله يا حبيبي، ماشي بيد الله وكل حاجه، بس هي مش مكتوبه كده في الانجليش. في الانجليش بيقول لك بس مش هنكفر ولا حاجه، لا الاعمار يا مستر بتاخد الاعمار ايه؟ بتاخد طيب دي اول تركايه، اول حاجه تحفظها ان الاجابه يا مستر هتبقى طبعا. ليه؟ علشان الاعمار يا اولاد بتاخد طب خد سؤال تاني ب 20 جنيه، دي تركات اللي هنكتبها دي. الاسئله العاديه سهله، يقول لك فخد هوب يو ويل going to كده، اسئله سهله العاديه. لكن انا هنا بتكلم فيه شويه تريكس. بتكلم مستر وبقول لك ايه؟ والله
اجي اقول لك ان سامي is very fast. He not the race. طب مستر سؤال زي ده، سامي is very fast he not the race، ما بين أقواس بقول لك he will win ولا is going to win ولا أنا عايزهم جنب بعض من الآخر كده، أنا عايزهم جنب بعض. يلا will win ولا is going to win ولا are going to win. بص يا باشا، بص يا حبيب قلبي، سؤال زي ده مستر والله اول ما بكتبه في السنترز وقع في الفيديو وجاوب. سامي is very fast، سامي سريع جدا. he knows the race، هو هيكسب السباق. فانا مستر حد يقول لي والله يا مستر هتبقى is going to، غلط. مستر ما دليل اهو، ما انت مش قايل لي اللي هو سريع. طب في ايه الدنيا حبيبي يا ابويا؟ افهم واحده واحده يا مستر. بصراحه كده انت اجابتك هتبقى ويل. ازاي يا مستر؟ ما انت ما تتعبنيش معاك بقى يا مستر بقى. ايه يا مستر؟ بص يلا، بص افهم. انا يا مستر معايا لقطه، انت هنا بتقول لي سامي سريع جدا بس ما قلتش سامي الاسرع. لا مش خلاص، حتى لو قلت لك سامي الاسرع برضو اجابتك ويل. الله مستر انت عايز مني ايه يا مستر؟ عايز مني ايه يا مستر؟ طب ما انا اعمل ايه؟ طيب امتى اختار جوينج تو؟ يلا انا هنا معايا لقطه. ايه يا مستر اللقطه؟ بيقول لك يا نور عيني صفات الناس لا تعتبر دليل. ما بين اقواس قال لك don't trust people. لا دي الحته دي من عندي انا، فاهم؟ don't trust people، لا تثق في الناس يا باشا، لا تثق يا مستر. بس دي صفته، لا كان فيه خلص يا حبيبي، ده منهج ليك انت بقى. ما تثقش يا باشا في حد. don't trust people، ما ترستش في الفيتشرز حتى بتاعتهم وصفاتهم، لا فاهم؟ التريتس يا مستر، السمات دي لا تعتبر دليل. صفات الناس لا تعتبر دليل. بس هو السريع ما قلنا صفات الناس لا تعتبر دليل. حماده ذكي جدا في ثالثه ثانوي هيبقى مهندس. لا يا حبيبي، قلنا صفات الناس لا تعتبر دليل. قشطه؟ يبقى خلي بالك بقى، ظهرك ورا كده، راجع لي سريعا كده اللي انا قلته يا مستر. والله كل اللي انا قلته اتكلمت في حاجه اسمها، اتكلمت يا مستر والله في حاجه اسمها ويل وجوينج تو. قلنا يا مستر ان ويل معناها ايه؟ سوف. ويل معناها سوف، جوينج تو معناها سوف. ويل وجوينج تو الاثنين يا مستر بيجوا عليهم فعل ايه؟ في المصدر، بيجوا عليهم فعل في المصدر. حلو. قلنا يا مستر ان ويل مجهولها ويل بي. بعد كده اتكلمنا قلنا في كلمات يا مستر بتدل على ويل. ايه هي يا مستر؟ think maybe hope probably. بعد كده يا مستر اتكلمنا وقلنا خلي بالك من كلمه شور. دخلنا على جوينج تو. جوينج تو يا مستر معناها حاجات اكيده ان شاء الله. بعد كده يا مستر اتكلمنا وقلنا ان جوينج تو تخلي بالك بقى ان هي بالبلدي كده في كلمات بتدل عليها، ولازم يكون في ايفيدنس مثلا دليل. طب ايه مستر الكلمات اللي بتدل على جوينج تو؟ حبيب قلبي الكلمات اللي مستر بتدل على جوينج تو هي حاجه اسمها planned، it's a plan، decided، intention. وتخلي بالك بقى من الكلمتين دول اللي هي لقطه الاعمار بتاخد ويل، الاعمار بتاخد ويل، وصفات الناس يا مستر لا تعتبر دليل. يلا بينا بقى نخش على الجزء الثاني. خلاص هو ما فاضلش غير كده حاجه تركايه سهله ما تقعدش بقى عامل فيها بتاع شطط. يلا بينا نخش على الجزئيه الثانيه. يلا بينا نكمل الجزء الثاني بتاع البريزنت كونتينيوس، المضارع المستمر في المستقبل. عادي جدا، عايز اقول لك ان انت عادي تقدر تستخدم البريزنت كونتينيوس از تول، كاداه في المستقبل. ازاي؟ بص بقى، لما اجي اتكلم على البريبريشن، على التحضيرات، بيني وبينك لما اجي اتكلم على الارينج، تعالى كده، او لما اجي اقول لك it's arranged،
يعني مستر it's arranged يعني مترتب، حاجة احنا مرتبينها، فاهم؟ أو يجي يقول لك arrangement يعني مثلا arrangement يعني مترتب. يجي يقول لك مثلا والله I have booked، يعني مستر booked يعني حجزت مثلا حاجة معينة، حجزت تذاكر مثلا، فاهم؟ يجي يقول لك it's arranged إنه مخطط، أو فاهم إنه مرتب. فأنت أول ما تشوف الحاجات دي على طول تعرف إن أنت هتستخدم يا والله مستر am أو is أو are زائد ال ing. حوار فاست جدا، حوار سهل جدا، ما تتلخبطش، ده ليه كلمات وده ليه كلمتين ثلاثه. اشطط. بص يا قلبي، عايز اقول لك حاجه عشان نبقى صراحه مع بعض. لما تيجي تتكلم كانجلش بقى في الشارع بقى، فاهم، في الدنيا، انت مش بيبقى في فرق خالص ما بين is going to واللي هي الاي ان جي. اصل بيني وبينك يلا، ما هي going to اللي احنا لسه بنتكلم عليها حالا، هي اساسا كانت لازم يجي قبلها يا ام يا از يا ار، صح؟ انا بقول لك اهو ام از ار زائد الاي ان جي، ادي ام از ار زائد الاي ان جي. فاهم الدنيا ازاي؟ خلاص يعني واحد يعني العمليه، انا بقول لك الكلام ده مني لاخويا، فاهم؟ فتبقى فاهم هتبقى ماشيه ازاي. خلينا بس واحده واحده كده. السؤال يا مستر بتاع ده بيجي ازاي؟ والله يا مستر سؤال زي ده اجي اقول لك، سؤال زي ده اجي اقول لك ان والله I arranged that he to Paris. فأنا مستر سؤال زي ده أجي أقول لك he travel ولا travels ولا is traveling ولا will travel. والله يا حبيب قلبي انت المفروض اول لما تشوف على طول، اول يا مستر لما تشوف حاجه اسمها arranged، اول لما تشوف arranged او arrangement او preparation، قلنا يا مستر preparation يعني preparation يا مستر يعني تحضيرات، فاهم؟ انت بتحضر لحاجه خلاص شكلها وحش قوي. انت اول لما تشوف يا تاني اول لما تشوف تحضيرات على طول عبثيه بجد بتحصل في التصوير. اول لما تشوف preparation تحضيرات لحاجه معينه، تعرف ان انت تستخدم ام از ار زائد الاي ان جي، فالاجابه مثلا هتبقى هي از traveling. شطط. يبقى تخلي بالك من will، من going to، من present continuous، بيجي مع preparation مع التحضيرات، مع arranged ترتيبات، بيجي مع البوكد لو انت حاجز باين او اللي فيه تحضيرات وترتيبات للحاجه دي. بعد كده مستر خش على البريزنت سمبل. ايه البريزنت سمبل؟ برضه هو بيتكلم عن مضارع بسيط عادي جدا. بص بقى البريزنت ولكن سمبل. يا مستر الحوار سهل ما تخافش والله. فاكر لما اتكلمنا مثلا عن المضارع البسيط وقلنا ان جدول ومواعيد مضارع بسيط، جدول مواعيد مضارع بسيط. حلو. تعالى كده اجي اقول لك والله يا مستر جدول ومواعيد مضارع بسيط. يلا مستر جدول مواعيد مضارع بسيط، يلا المضارع البسيط يلا بتاعك كنا بنقول هو المفرد هياخد اس، جمع هيجي سادة، وآي تعامل معاملة الجمع. يا مستر السؤال كان بيجي ازاي؟ نور عيني، كنت باجي اقول لك مثلا والله the train القطار not at 4 a.m. يلا اصحى معايا. انا هنا بقول لك القطار هيغادر الساعه 4. هو بيغادر بمزاجه؟ لا والله يا مستر دي حاجه اسمها جدول ومواعيد. فانا بقول لك جدول مواعيد مضارع بسيط، جدول مواعيد مضارع بسيط. فانا يا مستر اجي هنا اقول لك ايه؟ the train leave ولا leaves ولا is going to leave. يلا اصحى معايا يلا. انا هنا يا مستر بقول لك the train القطار ده جدول مواعيد، جدول مواعيد مضارع بسيط يعني مفرد اس جمع ساده، والقطار ده مفرد والمفرد هياخد اس، فالاجابه مثلا هتبقى ايه؟ هتبقى ليفز. السؤال يا مستر ممكن يجيبها لك بكذا طريقه. ممكن مثلا يقول لك والله يا مستر ذا ترين القطار، ممكن والله يا مستر يقول لك ذا بلين يعني مستر ذا بلين يعني الطائره، فاهم؟ كذا حاجه بقى. الدنيا حلوه، الدنيا سهله جدا.
ما تصعبهاش على نفسك. خش بعد كده على اخر شكلين. والله يا مستر كنا بنتكلم كنا بنقول معاك حاجه اسمها مستقبل مستمر future continuous. ايه يا مستر معاك حاجه اسمها يا نور عيني future continuous. مطلوب منك بقى تدرك مني الاول يعني ايه future continuous. اسمع، اجي اقول لك مثلا الفيوتشر كونتينيوس المستقبل المستمر ايه هو؟ فتره محدده في المستقبل. يعني بكره من 7 ل 9 انا هبقى بذاكر. بالله عليك اللي انا هقوله لك ده حطه حلقه في ودنك. ايه هو يا مستر؟ بص يا قلبي، بقول لك كده، اسمع كده معايا. بقول لك يا مستر والله اي، دي قاعده ثابته يا جماعه، قاعده ثابته. اي زمن مستمر، اي زمن مستمر، تاني، اي زمن مستمر هو فترة محددة في الزمن ده. تاني، اي زمن مستمر هو فترة محددة في الزمن ده. يعني انا دلوقتي بكلمك على المستقبل المستمر، فهي فترة محددة في المستقبل. يعني اجي اقول لك مثلا الكي ووردز، الكلمات الدالة. تعالى كده، هو ده ملوش كلمات دالة، ده معنى، ده فهم، بس انا هقول لك كلمات دالة. اجي اقول لك والله مثلا تومورو، او اي كلمة بتدل على المستقبل from كذا to كذا، من 7 ل 9. فاهم؟ حوار مهم جدا، حوار مهم جدا جدا جدا، تخلي بالك منه. صح، انا نسيت اقول لك ان انت اوريدي بما ان انت بتتكلم على المستقبل، على الفيوتشر، فانت ليك كلمات اساسا بتدل على كل انواع المستقبل ما عدا النوع الاخير. ايه يا مستر الكلمات اللي بتدل على المستقبل؟ يلا كلمات يا مستر بتدل على المستقبل هي نيكست، soon, in the future، in 2009، tomorrow. تعالى كده مستر. ايه يا نور عيني، ايه يا قلبي ومفتاحه الكلمات اللي بتدل على المستقبل؟ ايه يا مستر الكلمات اللي بتدل على المستقبل؟ next, soon, in the future، in 2009، tomorrow. next, soon, in the future، in 2009، tomorrow. next, soon، in the future، in 2009، tomorrow. بص كده معايا. نيكست يا مستر، تعالى ما افهمك بقى. نيكست يا مستر معناها التالي، معناها يا مستر التالي. خلي بالك النيكست بتيجي زائد فتره. يعني يا مستر، يعني بالبلدي بقول عليها اللي جاي، الاسبوع اللي جاي. شفت الفتره جت اهي، الاسبوع، الشهر الجاي، السنه الجاي، الجاي. فاهم؟ فتبقى عارف النيكست بتيجي زائد فتره. سون يا مستر معناها قريبا. سون يا مستر معناها ايه؟ قريبا. in the future يا مستر، in the future يا ولاد يعني في المستقبل. in the future يا مستر يعني ايه؟ في المستقبل. in 2009 tomorrow. in 2009 يا مستر يعني في 2000 زائد اي فتره في المستقبل، زائد اي سنه في المستقبل. in 2030، in 2040، in 2050، in 2090، بس احنا قلنا عليها 90 عشان تمشي مع الاغنيه بصراحه يعني. تومورو يا مستر يعني غدا. تومورو يا مستر يعني ايه؟ غدا. يبقى واحده كده، ركز معايا اصحى مستر. كلمات اللي بتدل على المستقبل عموما بقى. ايه يا مستر؟ next, soon, in the future، in 2009. تاني next, soon, in the future، in 2009، tomorrow. حلو. خلينا في المستقبل، في زمن المستقبل المستمر بتاعنا. كنت بقول لك فروم كذا تو كذا. فاهم؟ من ده لده. بكره مثلا اجي اقول لك والله تومورو، بكره at 4 AM، بكره الساعه 4. يعني وقت محدد في المستقبل. 3 اهو، وقت محدد في المستقبل. ايه يا مستر بقى اللي وقت محدد في المستقبل بقى؟ بص يا بيبي،
بص يا قلبي ومفتاحه تيجي ازاي؟ والله يا مستر علشان ابقى صريح معاك وابقى لطيف معاك لازم تعرف التكوين بتاعه. والله يا مستر التكوين بتاع المستقبل المستمر هو will be will ing will be will ing تاني will be will ing. السؤال يا مستر بيجي ازاي؟ بص كده اقسم بالله منتهى السهوله والبساطه والجمال والدلال. اجي اقول لك مثلا اسمع tomorrow from 4 to 7 I not football. فاجي اقول لك will play plays will be playing. ايه يا ابويا ايه خلاص تمام شغال يلا نكمل بس. بتكلم يا مستر بقول لك ايه بكره من 4 ل 7. والله يا مستر بكره من 4 ل 7 ده نقدر نقول عليه ان هو مستقبل، ولكن يا مستر ايه مستقبل مستمر، ولكن ايه مستقبل مستمر. يا مستر بما ان هو بص على حاجه بس، ولكن يا مستر بما ان هو مستقبل مستمر فالاجابه يا مستر هتبقى will be playing. اخر شكل معاك اخر شكل النهارده يا احمد. هو كده بتاع بيسجل عشان كان بيبقى فيه شريطين، بس انت جبت لي تروما كان فيه شريطين، كان فيه شريط فوق وفيه شريط تحت. صوت؟ اه لا متاكد يا اسطى؟ مش هقدر اسجل تاني والله بجد والله. والله طب ما تاخدش تشيك كده. والله انا عارف، هو ده اللي احنا مسجلين عليه وما غيرتش حاجه. يا رب يا رب يا رب، انا بقالي شهر بعيد يا رب، انا عايز اخش في حاجه جديده. يا رب عشان في ناس بره بس يا رب. لا مش بقالي ناس كتير، مش بعيد، لا انا بعيد في كده. مش خ... ركز معايا. واول مره جاي عيد جاي عيد برضه يا نهار اسود. ده تقريبا كلنا كمدرسين السعادة فده اخويا هي فتره وعدت الحمد لله. لا بس جاي عيد الفيوتشر المستقبل. اسمع بقى الفيوتشر بيرفكت. يعني مثلا فيوتشر بيرفكت يعني المستقبل التام. ايه ده؟ يا حبيبي معاك حاجه اسمها مستقبل تام. فتخلي بالك كويس جدا جدا جدا. اشتط. والله يا مستر انا عشان ابقى مستقبل تام لازم ابقى حاجه من اتنين. والله يا مستر ممكن تبقى معلوم، ممكن تبقى مجهول. لا بص يا قلبي، والله يا مستر لو انت معلوم هتبقى will have will be. يا والله يا مستر لو انت مستقبل تام هتبقى will have will be. طب يا مستر لو انت مستقبل تام مجهول فهتبقى will have been will be. بص كده معايا على الجزئيه الجايه، يلا بينا. بص هنا كده يا اما يا مستر will have will be لو انت معلوم، يا اما لو انت مجهول will have been will be. مستر طيب انا بعرف منين انا مستقبل تام يعني ولا تام معلوم ولا تام مجهول؟ حبيب قلبي بص كده بعرفه بثلاث حاجات، منهم اتنين عندك في المنهج ومنهم التالتة على تالتة ثانوي، بس انا اقولهم لك التلاتة. 1 2 3. بص اجي اقول لك مثلا واحد باي، ودي اهم واحده، باي زائد اي سنه في المستقبل، باي 2030 مثلا، دي اهم واحده ودي جايه لك في الامتحان، دي على ضمانتي باذن الله ان شاء الله دي جايه لك في الامتحان. باي زائد اي سنه في المستقبل، ودي جايه بتيجي على ثالث ثانوي برضه في الامتحان. اثنين باي ذا تايم، باي ذا تايم
او باي مثلا بحلول، ما هي باي هنا معناها بحلول صح، بحلول مثلا باي ذا نيكست ويك، بحلول الاسبوع اللي جاي، باي ذا نيكست، باي ذا اي تايم بقى اي وقت فاهم، باي ذا نيكست مانث، باي عادي زي اي سنه في زي اي فتره. دي اللي مش عليك في المنهج. in not years يعني ايه مستر in not years؟ in 5 years في خلال 5 سنوات، في حلول 6 سنوات، في حلول فاهم. in واي رقم وجنبيه كلمه years. اول ما تشوفهم الثلاثه دول تعرف ان انت ايه، يا مستقبل تام يا معلوم يا مجهول. بص على السؤالين ونختم بيهم. اشطط بص كده على السؤال ده، يلا يا باشا. بص يا مستر على السؤال ده، يلا. اول سؤال يا مستر بيقول لك ايه؟ باي 2030 I not villa. ما بين فيلا، ما بين أقواس يا مستر كلمة باي يشتري. السؤال رقم 2 باي 2030 باي 23 مين يا ابني؟ باي 2030 باي 2030 فيلا أو أفيلا نقط ما بين أقواس باي. بص كده يا أبويا، بص كده يا حبيب قلبي، بص كده يا ضنايا يا كيكة على السؤالين دول. اول سؤال يا مستر بقول لك باي 2030 حلو. اول لما اشوف باي 2030 او باي زائد اي سنه في المستقبل اعرف ان انا كده بقيت ايه؟ والله يا مستر انا كده بقيت مستقبل. بقيت مستقبل ولكن مستقبل تام. حلو. بين هنا مستر مستقبل تام فانا يا معلوم يا مجهول. انا هنا بقول لك اي فانا كده يا مستر معلوم، وبما ان انا معلوم فهتبقى ويل هاف ويل بي بي، فهتبقى يا مستر اي ويل have buy boat فهتبقى I will have boat. بعد كده السؤال رقم 2 بقول لك by 2030 a villa هتبقى will اهو مجهول يا مستر، فهتبقى will have been bought، فهتبقى will have been bought. ايش الحمد لله. عنب عنب عنب، حلينا وشرحنا وروقنا والكلام خلص. عايز اقول لك بقى حضرتك هتخش لي على اليوتيوب شانل، قناه اليوتيوب، هتلاقيني منزلها في اول لينك. اول لينك يا مستر في اهم الكلمات. حضرتك هتبص على اهم الكلمات، اوعى تنسى ترجع لورشه الحل، حل ال3 يونيتات على نص المنهج اللي فات، بص عليهم. ها يا احمد ورشه الحل، ورشه الحل بتاعتنا الصبنيل والدنيا فاهم. المهم ورشه الحل هتلاقيها نزلت، ظبط الدنيا، خش اتفرج عليها واحنا بنحل. دي لقطه. تاني لقطه ادينا اهو الحمد لله يونت 10. ركز بقى عشان اخواتنا بتوع الازهر هتلاقي لحم يونت 11 كمان يومين، يونت 12 كمان فاهم. فلا الدنيا ظبطت معاك. هننزل اسلامك اكيد الفتره الجايه بجد. انا ممكن الاسبوع ده اسامي انزل لك الاسلامك واشرحه لك كله في مره واحده فالدنيا تبقى عينك. ظبط دنيتك، ظبط دنيتك وانا معاك. اهم الكلمات بتاعت يونت 10 هتلاقيها نازله في التشانل، خش عليها ظبط دنيتك. وانا كده بقرا الكومنتس، اي حاجه ابعت. واسف تاني على التاخير، نعتذر جدا، مشاكل تقنيه وهنظبطها خلاص، هي خلصت اساسا. ظبط دنيتك، اوعى تنسى ذاكر، اتعب، اجتهد، استحمى. وبنعتذر تاني على التاخير، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سي